السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله نشارك معكم واحد الفيديو ديال هاد الحوض اللي غنديرو فيه إن شاء الله القزبور. هذا هو القزبور اللي كنديروه في الماكلة، غنزرعو إن شاء الله في هاد الحوض. قبل ما نزرعو غندير واحد المربع، غنحوطو بالتربة على هاد الشكل. اي حوض بغيتي دير فيه شي حاجه خاصك ضروري تحوطو بالتراب باش كيبان شنو مزروع فيه. غنديروا ليه هاد على شكل مربع. هانتوما ديجا انا شاركت معكم هاد الفيديو ديال هاد الارض اللي سمت الفيديو السابق، وخليناها 3 ايام من بعد ما سمدناها. خليناها 3 ايام كنسقيوها تقريبا كل عشيه، كنرشوا عليها رشيشه ديال الماء. هانتوما كما كتشاهدوا التربه مازال فازكه بالماء. عمليه سهله فيها عالم رشيد والزراعه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتابوناو عندي في لاشين ديالي، تبركوا على الجرس، واللي بغى شي استفسار شي حاجه مرحبا والف مرحبا. هانتوما غنديروا حوض صغير كما قلت لكم في الفيديو السابق. هاد الجهة غندير فيها 3 ديال الحوايج اللي هو القزبور والمعدنوس والكرفس والنعناع حتى هو ان شاء الله غنديروا ليه بلاصه ديالو ضروري. غنقسموه على 4 ديال الاحواض، وغندوروا هذا الحوض هذا ديال القزبور على هذا الشكل. الحمد لله دابا القزبور والمعدنوس والكرفس لا عندك كيكونوا ديجا في هذا الحوض هذا. كانوا عندي القزبور ما تيخلفش. دابا القزبور الى يبس تنحيدو له الزريعه كنحطوها، من بعد عاوتاني كنعاودو نقومو بالزراعه ديالو. الزراعه ديالو سهله. مازال المعدنوس كيخلف. القزبور اللي عندك القزبور والكرفس كاع ما تيخلفوا، كيخلفوا غير من الجذور. صافي نهار اللي كدير الجدر ديال الكرفس او الزريعه ديال الكرفس صافي كتنبت، كتولي تاخد منها وريقات ديال الكرفس وتيبقى الجدر. هانتوما كما كتشاهدوا غنقوموا ان شاء الله بواحد الحوض صغير اللي غنديروا فيه هاد الزريعه ديالنا ديال القزبور. وهاد القزبور هذا راه من الزريعه ديال القزبور اللي ديجا كان عندي في هاد الحوض هذا. كان القزبور خضر ويبستو، حيت هو ملي كيدير الحبيبات كيديرهم خضر من بعد كيبسو سبحان الله العظيم. ايوا من القزبور الزريعه البودره ديالو من القزبور. هو في الاول كنشريوها، ولكن ملي كنكونوا ديما الحمد لله كنزرعوا هاد النوع من الربيع كناخذوه من البودره ديالو. كناخذوا واحد العصا كنديروا بها خط، نديروا بها خطوط. ها هما كنديروا خط باش داك الخط كنرشوا فيه ديك الزريعه. هانتوما كما كتشاهدوا هادو بعض الاعشاب الضاره اللي نبتوا من بعد ما سقينا وسمدنا هاد الحوض هذا. هانتوما نديروا خطوط في هاد الحوض الصغير على هاد الشكل. هانتوما انا دابا درت تقريبا شي
شي 7 ولا 8 ديال الخطوطة. وهذا حوض ان شاء الله غتكون زراعة ناجحة بإذن الله تعالى. اصلا هاد الربيع دابا اللي بغا يزرعو في هاد الوقيته هادي، اصلا كنا كنزرعوه في الشتاء كنغطيوه باش كينبت. دابا لا، زرعو دابا في هاد الوقيته، رشو شي شويه مع السخونيه كيطلع. هانتوما غنشدو القزبور ديالنا، غنرشوه، غندردروه في هادوك الحفيرات، ما نديروهش مجموع باش ما يكبرش لنا مشربك. هانتوما نديرو نبعدو. هانتوما كما كتشاهدوا عملية سهلة في عالم رشيد والزراعة. هذه هي زراعة، الطريقة الصحيحة لزراعة القزبور. هذا انا ما كندير لا نقري لا والو. هذا كما شفتوا في لا فيديو. كنسمد الارض ديالي بالغبار الطبيعي ديال الاغنام. ما كنعطيه الماء نهار لا ونهاريه، كنعطيه الماء والقليل من الماء. ما تعطيش الماء بزاف باش ما يطلعش. لا عطيتيه الماء تفاض غيطلع، غير رش عليه هكا بالبخاخ، رش عليه بحال هكا، اصلا الارض راويه. هانتوما كناخدو هذيك العصا او قصبه، نرجعوه ديك التربه اللي حيدنا من فوق منه، ما كنغرقوش، ما كنخليوش يغرق. تقريبا ديك التربه كنرجعوها عليه واحد 2 سنتيم بحال هكاك. هانتوما هذه هي زراعه القزبر. شويه هاد الوقيته اللي زرعت فيها هاد القزبر راه كانت شويه ديال الحراره في الصباح، ولكن الحمد لله على كل حال. حنا مولفين الحمد لله نزرعو في هاد الوقيته هادي، والحمد لله على كل حال. لا بغيتي شي حاجه بيو تزرع على الراس، كل عنده شي حوض هكا في الجردة او في العروبيه هكا يديرو، يزرع فيه هاد القزبور او المعدنوس او الربيع او النعناع، راه تينجح. ماشي ضروري دير له لانكري ولا دير له الملحه ولا دير له شي حوايج باش تطلعو. لا، هو عطيه الماء وعطيه صافي. السماد ديالو راه ديجا انت كتكون مسمدو ديجا في الاول، ما كيبغيش بزاف الوقت، هو كيبغي شويه ديال الرعايه. شناهي؟ هو الماء، ما تغفلش عليه. عطيه بحال دابا هاد الحراره نهار لا ونهاريه، رشو بالبخاخ، ولكن ما ترشوش دابا تيطلع شي شويه البودره، يطلع شويه ديال الجذور، كيدير الجذور حتى هو ويطلع النبته. وانا نقوم دابا بعمليه الري، هي من الفوق. هانتوما هي من الفوق، ما نخليوش، ما نديروش تيو تيفيد لنا باش الزريعه البودره ديال هاد القزبور ما تطلعش لينا. غنرشوه مزيان بالماء. وهاد الترشيشه هادي كل انسان دابا ما ترشوش تيدير تيطلع لنا الربيع، ومن بعد ما يطول ديك الساعه يمكن لك ترشو او لا عنده لاكوت. وتا الانسان لا بغى يزرعو في السطح، يزرعو في كوربه في محبق، ماشي ضروري يزرعو في الارض. يمكن لك ديرو في بو كبير، راه تينجح. ديرو في بو مثلا او في شي فاز كبير، حتى هو نفس العمليه اللي درنا ليه في الارض راه كديرها له في البو، وهو راه داغي كيطلع. راه تقريبا نعطيه واحد 10 ايام غينبت. حيت علاش غينبت؟ حيت كاينه الحراره، حيت هاد البودره ديال القزبور كتبغي غير الحراره. حنا في الشتا كنا كنديروه وكنغطيوه 10 ايام كينبت. دابا الحمد لله الوقت ديال الزراعه ديال القزبر هو هذا الوقت، فصل الصيف. الحمد لله على كل حال. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد والزراعه.
هذه الطريقة الصحيحة لزراعة القزبر. دابا هادوك أصلا هداك التربة اللي كنا ديجا درنا في الأول، هداك المربع ديال التربة كنعطيه شوية ديال الماء باش يشد راسو، باش كيبقى بحال الجبل هكا، تيبقى باين، باش اللي داز من هنا يعرف بأن راه كاين واحد الحاجة نابتة في هذا الحوض هذا. انا ديجا كنت تندير البيشان، وكنت كندير الباش او كندير شي حاجة اللي كنحوط به، ولكن صافي دابا ملي حيدت الدجاج وحيدت كلشي، واحد الدجاج حيدتو ودرتو في الكرياج ديالو وتهنيت منه، والحمد لله تنقات الدنيا هنايا ولا كلشي باين وهذا ما كان. هانتوما عملية سهلة في عالم رشيد والزراعة. وداك الحوض اللي حداه غدا ان شاء الله غنديرو فيه عاوتاني المعدنوس، والحوض الاخر عاوتاني نديرو فيه كرافس، والحوض الاخر نديرو فيه النعناع، والحمد لله على كل حال. هانتوما عملية سهلة في عالم رشيد والزراعة. هانتوما كنديروه بحال البخاخ، كنديرو يدينا في التيو صافي، ما كنعطيوش داك الماء مزيان باش باش البودرة ما تطلعش لينا. هذه هي الطريقة الصحيحة لزراعة بذور القزبر. المهم هذه هي الطريقة الصحيحة، وتهلاو ليا فراسكم، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله.